الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه وبعد. جزا الله الإخوة خير الجزاء على ما قدموا. والحلقات يا جماعة حلقات علمية تنقي ضلالات الصوفية والمنحرفين من أهل الباطل عموما. وأخونا جزاه الله خير تكلم لكم في التوحيد بوضوح، لأنه يا جماعة دعوة التوحيد دعوة واضحة، لأن هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنا أتكلم عن سريع في 5 دقائق في مقولة اعتراضية. نحن لما نتكلم في التوحيد ونتكلم في هؤلاء المشايخ الذين ضللوا الناس وأضلوا ونشروا هذه العقائد في كتبهم ونشروها أيضا في مدائحهم أمام عامة الناس. لما نتكلم في الكلام ده يقول لك: يا أخي اذكروا محاسن موتاكم ودع الخلق للخالق وكل شاه معلقة من عصبتها. والله الكلام ده ما صحيح يا جماعة، ما في حاجة اسمها اذكروا محاسن موتاكم. حديث ده ضعيف ذاته، رواه الترمذي في السنن، قال حديث غريب. قال: وفيه عمران بن أنس المكي. سمعت البخاري رحمه الله تعالى يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث، حديث ضعيف. بعدين ما في حاجة اسمها شاه معلقة من عصبتها، في حاجة اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما في كلام زي ده. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من ليس مسلم، من رأى منكم، والميم ده هنا للجمع لنا نحن المسلمين، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الكتاب ده لواحد مؤلفه وشيخ كبير من مشايخ السودان الذين نشروا الضلال في أنحاء السودان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. اسمه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة. قال: تأليف الشيخ عبد الرحيم الشيخ ابن وقيع الله البرعي. ده الكتاب ده ما طبعنا نحن، انا اشتريته من مكتبه هنا في عبر هنا. راك مشيت مكتبه جنب المسجد الكبير بتلقى الكتب دي كلها قاعده عندنا، ما في زول طبعوا. الجماعه يقول لك ما تتكلم في الزول، لا الزول ده ذاته قال: لو لقيتوا خطا في كتابي ده صلحوه. البرعي ذاته في الكتاب ده في صفحته نحن عليها الكلام من كتاب الشيخ ذاته البرعي. طيب أنا قال لك الكلام له جزئية كثيرة. قال: الحمد لله المنعم على عباده المؤمنين وغيرهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخيرهم، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار كسيرهم. أما بعد، فهذا ديوان اشتمل على قصائد ربانية ونبوية وصوفية ووعظية وأدبية وتاريخية، سميته رياض الجنة ونور الدجنة، اقتطفته من ثمرات أفكار السقيمة وهديته لإخواني في الله أولي القلوب السليمة، عسى الله أن ينفعنا وإياهم به. وأذنت يعني ده البرعي ذاته عشان احنا ما نجيب كلام سهل. قال لك من دقنه وأفتله، صح؟ الزول ده براه قال كتابه ده لو لقيتوا فيه خطأ صلحوه، ما في تدويش يزعل من الكلام ده. الكلام ده حاجة عادية يا جماعة. قال: وأذنت للمصلحين إذا رأوا خللا به أن يصلحوه، والله أسأل أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى. ده الكتاب. أنا أختصر في جملة واحدة في قصيدة من قصائد، لأنه هذيك الجماعة دي ناشرين الضلالات دي كيف عين يلا القرعة عليه. قال: شنو هنا؟ شفتوا هسه أخونا ده قبل قال لكم شنو؟ قال لكم الشيء واحد تقرأ بنصه ويجي للشيخ ينحني ويطلع العمة ويطلع المركوب بتاعه ويخش للشيخ حفيات في ولا مات. الكلام ده موجود. يلا البرعي أصل لي هنا بقصيدة اسمها الشيخ المعلم. قال: سلام على الشيخ المعلم رشيد القوم نور قلب مظلم، إلى أن قال: يرى بالغيب ما يخفى علينا ويسمع صيحة القاصي المكلم، له بانت كرامات نراها وأحيا قاحل البلد المدلم،
طيب انا في الجمله دي الغيب ما بيعلم الا الله، ده معروف، قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. قال الا يا من تريد الوصل شمر، تعرف شمر معناه شنو؟ تعمل كده، ده اسمه التشمير، تعمل كده، الا ده تصل للشيخ ده، قال الا من تريد الوصل شمر وقف بالباب صامت لا تكلم. اقعد جنب باب الشيخ واسكت، قال لك صامت. دي تعليمات بتاعت الجماعه دي، ما تعليماتنا نحن. انا حاولت على تعليمات الرسول بعدين كيف؟ قال وادخل بالخضوع بغير كبر وعند مقامه ابرك وسلم. تجي الشيخ في مقامه مع القاعد جالس تبرك زي بركه البعير. تبرك لمنه؟ قال لك تبرك للشيخ. الكلام ده موجود في الكتاب، ما تقول لي طبعت فيه، عندك كتابه ذاته. قال وادخل بالخضوع بغير كبر وعند مقامه أبرك وسلم ولتحظى بالفيوضات العوالي عيانا بعضها في النوم يحلو. الكلام ده يا جماعة ما صح في الشريعة، إنك تجي تبرك للشيخ وخاشي وتشمر وتجي في مقام وتبرك وسلم، الكلام ده باطل في الشريعة الإسلامية، في ديننا الإسلامي باطل. أما عند التصوف جائز، بل يسمى احتراما وأدبا مع الشيخ، وليس هذا أدب، هذا من عدم الرجولة. النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أفينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. تصافح ماله؟ تصافح أخوك المسلم، تصافح. الشيخ ده كافر ولا مسلم عندك انت؟ مسلم زي الصافحة، ما يقول لك ادخل وابرك وسلم. دي كلها جماعة ضلالات. أنا الزمن فات بل عندنا حاجات جوا راقدين، ضلالات كثيرة بتاعت الجماعة دي في الكتب، دي الكتب دي كلها قاعد. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على محمد، وأقدم الحديث من بعد.